ازاي تبحث عن الصور في التصميم وازاي تعمل بيها تصميم سوشيال ميديا احترافي زي ده اللي احنا هنعرفه في حلقة النهاردة. حابب انوه لحاجة ان احنا في القناة فعلنا ميزة السوبر سانكس اللي تقدر تدعم بيها القناة علشان نقدر نطور المحتوى اكتر لو انت حابب، وكمان فتحنا الانتساب في القناة واللي هيديك مزايا كتير، وهي انك تقدر تشوف الفيديوهات اللي بتنزل على القناة قبل ما تنزل بفترة، وكمان هيكون في فيديوهات حصرية للمنتسبين فقط في القناة تقدر تطلع على المستين دول. وملحوظة تانية، المستفيد الوحيد هو اللي هيكمل الفيديو ده للآخر. وعايز تعرف ازاي تبحث عن الصور في التصميم وتعمل بيها تصميم زي اللي انتوا شايفينه قدامكم ده هقولك، بس عشان اقولك احنا لازم نروح نعمل مع بعض التصميم تاني من الأول. انتم دلوقتي بتشوفوا فيديو جديد على قناة أحمد شكشك. طيب يا صديقي، أول حاجة هنعملها في التصميم هي مقاس التصميم، وهنخليه 1500 بكسل في 1500 بكسل طول، والريزوليوشن 150، وزي كل مرة لو جهازك ضعيف شوية تقدر تخليه 100 أو 72 وهندوس كرييت. هنعمل أول حاجة في التصميم وهي الخلفية، والخلفية بتاعتنا أنا هسيبها لكم جاهزة، وكل الصور المستخدمة هسيبها لكم تحت جاهزة في صندوق الوصف، ولكن مش هنعمل خلفية تاني لأننا عملناها في فيديوهات سابقة كتير زي الفيديو بتاع فلاير جهينة، وفي تصاميم سوشيال ميديا تانية هسيب لكم اللينك بتاعها تحت في صندوق الوصف، ممكن تشوفها من الاي اللي هتظهر لك فوق دي. حطينا الخلفية بتاعت التصميم، وبعد كده هنروح نعمل المنظر اللي بيبقى ورا ده. والمنظر ده انا عملته ازاي؟ جبت حباية القهوة الفيكتور السودة خالص دي. طيب الناس اللي هتسألني انا بجيب الصور ازاي او حباية القهوة دي جبتها ازاي او بحثت عن ايه، بكل بساطة رحت على المتصفح وكتبت كوفي بين فيكتور، وركز في كلمة فيكتور دي، PNG، هتلاقيه طلع لنا حبات قهوة كتير قدامك. هنروح على بحث الصور، ودي حبات القهوة بتاعتنا. هندوس هنا على الموقع ده كده، هيدخلنا على الموقع الأساسي اللي عليه الصورة. هنقوم دايسين على داونلود SVG، هتلاقيه حمل الحباية بتاعت القهوة هنا. هنفتحها، ندخل على الداونلود ونفتحها بالفوتوشوب، هتلاقيه فتحها لنا عادي كBNG. هناخدها كنترول C، وهنروح على التصميم كنترول V، وهنعمل كنترول T عشان نفتح الترانسفورم ونصغرها خالص بالشكل ده كده، ونحطها في نص التصميم بالشكل ده. ده بكل بساطة الطريقة اللي أنا جبت بيها حباية القهوة دي، وأنا هسيبها لك جاهزة تحت في صندوق الوصف. بعد كده المنظر اللي معانا هناخده ونشده على الفوتوشوب، والمنظر ده أنا جبته من فري بيك، وهقوم حطه فوق اللاير بتاع حباية القهوة زي ما انتوا شايفين كده، وهدوس Alt وكليك شمال بالماوس لما اكون واقف ما بين الاتنين لاير مع بعض عشان يعمله لي كليبنج ماسك بالشكل ده، فهتلاقيه حط لك المنظر جوه حباية القهوة. هبدأ اعمل كنترول T، وبأداة الموف تول كده احرك واظبط الاتجاه بتاعها مكان ما انا عايزه يكون موجود بالشكل ده. كده احنا كونا المنظر الخلفي. طيب بعد كده في فرشة انا حملتها اسمها فرشة اضاءة، تقدر تحملها من موقع براش ايزي. هنفك الضغط من عليها بالشكل ده، ودي الفرشة معانا اهي. هندوس عليها دبل كليك، هتلاقيها فتحت في الفوتوشوب هنا. طبعا مفيش حاجة ظاهرة لانك لازم تروح على البراشز من هنا، وهتنزل تحت خالص هتلاقيها اخر فولدر تحت فرشة اضاءة. هتدوس عليها كده تختارها وتعمل نيو لاير، وتنزل اللاير ده تحت خالص بالشكل ده، تخليه تحت الحباية بتاعت القهوة السوداء عشان ده اللي هنرسم عليه الإضاءة بتاعتنا. وهنصغر الفرشة شوية من الدال والجيم بالشكل ده، وهنيجي كده في النص بالظبط وهنتك كليك صغير كده عمل لنا الإضاءة بتاعتنا. ده طبعا كنت مختار اللون البني ده اللي هو قريب من الأبيض، الكود بتاعه أهو للناس اللي عايزة تغش الكود. بعد كده هروح أجيب المج بتاع القهوة بتاعنا، وده العميل اللي كان مديهولي، هسيبه لكم برضو تحت في صندوق الوصف، وهحطه فوق خالص فوق منظر الحقل بتاع القهوة. ده قابل كوفي حطيته بالشكل ده. بعد كده هجيب الدخان اللي طالع منه كأن القهوة سخنة، احطه كده مثلا هنا كده، واعمل البلندنج مود بتاعه سكرين، فهيبقى بالمنظر ده، وانزله تحت الكوب بتاع القهوة كده. بعد كده حباية القهوة بتاعتنا، ودي انا جبتها برضو عن طريق ان انا كتبت
عن طريق ان انا رحت البحث جوجل وكتبت كوفي بين وشلت فيكتور ديت خالص وسبتها كوفي بين PNG بس. هتلاقيه جاب لك الحبايه بتاعت القهوه اهي. هتدخل على الموقع بتاعها وهتكليك داونلود من هنا وهتتحمل معاك عادي وتحطها في الفوتوشوب. انا هاخد حبايه القهوه كده على الفوتوشوب عندي وهبدا اصغرها واحودها سنه كده واجيبها هنا بالشكل ده، وهبدا اروح على قائمه فلتر واختار بلور وموشن بلور، فيعمل لنا موشن كده فيها بسيط. غير اتجاهه من هنا بحيث تبقى كأنها طايرة كده بالشكل ده، وابدأ اعمل كنترول جي لحباية القهوة واكررها كذا مرة في اتجاهات مختلفة كده مثلا، واصغرها، وهعمل كنترول جي تاني عشان اكررها واخدها هنا والفها كده واصغرها اكتر، وكنترول جي كمان واخدها في الناحية دي كده والفها سنة واصغرها اكتر. كده احنا عملنا توزيعة حبات القهوة معانا. ممكن ناخدهم كلهم في جروب علشان نرتب اول باول عن طريق ان احنا نحدد على كل الليرات بتاعتهم، وكنترول جي هيحطهم في جروب ونسميه حبات القهوة. والكوباية والدخان نحطهم في جروب ونسميه الكوب، ومنظر الخلفية اللي ورا في جروب ونسميه منظر الخلفية، والخلفية نفسها في جروب وهنسميه كنترول جي وهنسميه الخلفية. لازم نرتب التصميم بتاعنا أول بأول علشان ما نتوهش في الليارات لما نتعمق في التصميم. هنحدد على كل الجروبات ما عدا جروب الخلفية وهنعمل كنترول تي وهننزل بيهم لتحت شوية علشان يبقى في مساحة نكتب فيها الكلام اللي معانا واللوجو. هنروح ناخد اللوجو بتاعنا وهنحطه على الجنب من هنا كده. حاول دايما تبقى تسيب هوامش كبيرة، يعني ما تحطوش فوق خالص وعلى الجنب خالص بحيث يبقى لازق في الهوامش بتاعة التصميم، لا حاول تسيب هامش كبير شوية. حطينا اللوجو هنا، هنجيب الانفو بتاعة السوشيال ميديا وهنحطها تحت كده هنا كده. اخر حاجة هنعملها اننا هنكتب الجملة بتاعتنا واللي هي كانت طعم متفصل لك. هنكتبها بخط 29 LT بكرة. خط 29 LT بكرة احنا استخدمنا تصاميم كتير جدا، تقدر تحمله من موقع أرب فونت. نكتب كلمة طعم وهنطول من عند الميم كده، هنعمل شيفت وحرف الت فالميم هتطول معانا شوية، وهنعمل انتر عشان ينزل سطر لتحت ونكتب متفصل عليك، وهنقوم محددين على كلمة متفصل عليك بس، وهنيجي نغير اللون بتاعها للون الأبيض كده، وهنصغر حجم الفونت بتاعها كده مثلا، وممكن نخليها متفصل لك بدل متفصل عليك علشان تبقى أقصر شوية، ونكبر الفونت سنة صغيرة نخليه وليكن 40 أو 38. حلو ممتاز جدا. ونبدأ نكبر الكلمة بتاعتنا بالشكل ده كده وهنرفعها لفوق شوية كده. وبس كده يا صديقي يكون التصميم بتاعنا خلص. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك ليه وسبسكرايب علشان يوصلك كل جديد لو انت مش مشترك في القناة، وفعل زر الجرس علشان يجيلك اشعارات بالفيديوهات اللي هتنزل. حابب انوه لحاجة ان احنا في القناة فعلنا ميزة السوبر سانكس اللي تقدر تدعم بيها القناة علشان نقدر نطور المحتوى اكتر لو انت حابب، وكمان فتحنا الانتساب في القناة واللي هيديك مزايا كتير، وهي انك هتقدر تشوف الفيديوهات اللي بتنزل على القناة قبل ما تنزل بفترة، وكمان هيكون في فيديوهات حصرية للمنتسبين فقط في القناة. تقدر تطلع على المستين دول وسيب لي رأيك تحت في الكومنتات، وهستنى اشوف التطبيقات بتاعتكم من خلال جروب مصممين حارتنا اللي هسيب لك اللينك بتاعه تحت في صندوق الوصف، وكمان هسيب لك كل الصور المستخدمة تحت في صندوق الوصف. وفي النهاية وإن أخطأت فهو مني وإن أصبت فمن الله. كان معاكم أحمد شكشك، سلام.